سيلفي الصغير مات في حادثة، واخويا فرحه كمان 15 يوم، وامي بتقولي لو ما حضرتيش هغضب عليكي لحد اخر يوم في عمري، ولا انت بنتي ولا اعرفك ولا تمشي في جنازتي ابدا. صاحبة المشكلة بتاعت النهاردة بعتها وبتقول اخو جوزي الصغير عنده 17 سنة عمل حادثة بالموتوسيكل ومات. وامي حضرت العزاء، بس امي من محافظة تانية غير المحافظة اللي انا متجوزة فيها. حضرت وقامت بالواجب ومشت. وبعد العزاء باسبوع لقيتها متصله بيا تقول لي ما عادش على فرح اخوكي الا اسبوعين، انت مش هتيجي بقى؟ قلت لها اجي فين يا ماما؟ هو انت مش شايفه حاله الحزن اللي انا فيها؟ ده البيت كله لسه منهار على الشاب عريس الجنه اللي لسه ميت. حرام عليكي لما تقولي لي كده. تقول لي بس ده في حاجه وده في حاجه، واخوكي كان محدد فرحه والموت هو اللي جه على الفرح. قلت لها طبعا اخويا هيقدر ظروفي، وانا هكلمه في التليفون وهبارك له وهو عارف ان انا هبقى فرحانه ليه، بس ما ينفعش اسيب حماتي وجوزي في محنتهم ديت واجي احضر فرح واسقف واغني. قالت لي يا ستي تعالي بس قدام